بسم الله والابن والروح القدس إلهنا الواحد امين. كل سنه وحضراتكم بخير. من يجعل الصوم بتاع امنا العذراء ده صوم بركه لينا ولبيوتنا كنايسنا وخدمتنا وبلدنا وللعالم. الابهات مختارين عنوان لعظه بعنوان ايه موجوده في رساله فيليبي صح 2. يقول: لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. أقولها تاني. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. بولس الرسول كتب هذه الرسالة وهو مسجون. كتب 4 رسائل سميهم رسائل الكفاف، كاف ف ألف ف، عشان أسهلها للحفظ. تعرفوا ال4 رسائل؟ لو خدناها بالكاف يبقى كولوسي وف فيليبي وألف أفسس وف تاني فيليمون. تحفظوها بدي؟ دي سموها رسائل السجن، 4 رسائل السجن. هذه الرسائل اللي كتبها الرسول بولس كتبها وهو في ضغط شديد، لكن لأنه يحب المسيح فاعتبر ان دي فرصة لفرحه. والمسيحي الحقيقي عندما ينضغط يبص للسماء يفرح. احنا عندما ننضغط نبص للناس ونشتم، صح؟ لا، الواحد بيشتم. لكن القديسين الحلوين اللي يبص للسماء ويفرح، لدرجة قالوا له ده في ناس بيوعظوا ويخدموا قال وفي هذا أنا أفرح. فرسول بولس كتب هذه الرسالة، رسالة غالية على الكنيسة لأنها رسائل سجن من ضمنها يعني، واتكلم عن إنه بص على الكنيسة، هو خدمها، بص على الكنيسة من بره وشايف إن هم محتاجين يتعلموا المبدأ ده، إن بطلوا تبقوا أنانيين. بطل تبقى أناني. في اليوم اللي تخرج فيه من أنانيتك اعرف إن ده يوم خلاصك. يعني إيه خلاصك؟ تخلصت، لأن إحنا المسيحيين ما عندناش خلاص وخلصنا. ده إحنا يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. المسيح يخلص ويخلص وسيخلص، ودي آيات في الكتاب المقدس. المسيح خلصنا على خشبة العار، وأنا في حياتي بيحصل خلاص من أمور خاطئة بواسطة نعمة المسيح، وفي اليوم الأخير أيضا هو الخلاص الأخير. عشان كده ربما كان بولس بينبر على جزئية الجدر اللي موجود فينا، جدر الأنانية. قال تاني بولس الرسول في رسالة كورنثوس الأولى يقول إيه؟ كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء غير طالب ما هو يوافق نفسي. تخيل واحد بيقول لك أنا مش عايش عشان أنا أبقى مبسوط، ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا. وكأن بولس مرات يقولوا له تعالى يقول حاضر، بيقول لهم أنا تعبان، يقول لهم حاضر، يقول عشان الناس تخلص. وده ربما دعوة الأب الكاهن والخادم، إن مرات ننذبح من أجل خدمة المسيح، لا نطلب ما هو لأنفسنا بل ما هو لآخرين أيضا. بيقول كمان تاني، يقول لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر. ودي بنشوفها في مثل بسيط. ربنا لما بيبقى الأب والأم فاهمين رسالتهم، فالأم تقول أنا عايش عشان خاطر ولادي وجوزي. أول ما تعيش عشان خاطر نفسها الدهية دقت. عارفين الدهية؟ دقت في البيت بسبب إن قالت أنا عايزة أعيش لنفسي. عندما تكرس حياتها من أجل الله، من أجل زوجها، من أجل أولادها، هي فهمت رسالتها. كلنا ربينا في بيوت الأم هي كان ده منطقة، أما المنطق الحديث خرب البيوت. منطق للبنات دلوقتي تقول لي وأنا أعيش كده ليه؟ وأنا أخدم عيالي ليه؟ وأخدم جوزي ليه؟ أنا عايز أعيش لنفسي. ده يوم خرابك، ده اليوم اللي نعلن فيه أنك قد خربت جدا. وهكذا أيضا للرجل عندما يعيش لأجل شهواته ونفسه.
عشان كده سمى الناس اللي بيعملوا هذا العمل سماهم الأقوياء. فالرسول بولس في رسالة عبرانيين يقول فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه لأجل البنيان، لأن المسيح يقول لأنها المسيح مكتوب عنه أنه لم يرضي نفسه بل تعييرات معيريه وقعت عليه. وكأنه ده مبدأ مسيحي مرات ننساه. حبايب، مش لازم أنا لما ربنا بيدعوني أكون مسيحي، صحيح أنا اتولدت في المسيحية، أبويا وأمي مسيحيين، بس بقول مرات تفهم هذه الدعوة الغالية جدا التي يبحث عنها كثيرون. هذه الدعوة الغالية دعيت أن تطبق مبادئ مخالفة تماما لمبادئ العالم. عندما نسأل عن من هو الآخر، ربما واحد زي سارتر يقول لك الآخر هو الجحيم. ده الجحيم بالنسبة لك، ده اللي يخليك في منطقة وحشة جدا. أما الآخر بالنسبة لنا كمسيحيين موضوع تاني خالص خالص. دعوة المسيح مختلفة تماما. الآخر بقول مهم وتحتاجه. جايز أنا عايز أعيش لوحدي. لما بتيجي واحدة تقول لي يعني تقول لي يا سيدنا أنا عايزة أسيب جوزي وعيالي وأعيش لوحدي. فأقول لها اليوم اللي أنت عايزة تعملي فيه كده ده يوم أنت تبتدي تعملي فيه خطايا وشرور. الله جعل الإنسان للإنسان. كان ممكن الله يجعل آدم يتكاثر تكاثر ذاتي، زي الشجرة ما بتروحش تتجوز شجرة حتى لو حصل تلقيح ده، بس الشجرة شجرة وبتثمر. كان ممكن آدم يبقى بيطلع نسل ما نعرفش ازاي. الله يقدر يعمل كده. الذي جعل منه انه يخرج منه نسل او واحدة يقدر يخليه يعمل كده. اللي اخذ من جنبه وجعلها، الله كان يقدر كده. قال لا، لازم يحتاج آدم للآخر ويبص على الآخر ويتغنى بالآخر. هكذا هي طريقة خلقة الله للزوج والزوجة، انك تبص على مراتك وتغني ليها مش تغني عليها. تقول هذه اليوم عظم من عظم ولحم من لحم، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. أي أن آدم امرئ وامرأته زوجته دي اسمها امرأة، يعني من نفس الطبيعة. بالعبري إيش وإيشة، فمراتك اسمها إيشة عيشة. الراجل اسمه إيش والست بنفس زي مان وومن، هي نفس تقريبا الكلمات. امرئ وامرأة. نعم. كانت احسن ضلعة، خد ضلعة من آدم. فبقول انه الله جعلك تحتاج الى الاخر وتنظر الى الاخر انه ليك انت، لمصلحتك انت، لخيرك انت. وشوفوا كده لما الراجل بيقعد يتريق على مراته وربنا يدي الصحة للأخوات ومراته تسيبه يحتاس، ومراته تفارق الحياة هو يحتاس. أو أنت معترض على جوزك، طب يا الله يسمح أن ياخده منك تتضايقي. لأننا نحتاج إلى بعضنا البعض، نكمل بعضنا البعض. عشان كده الحكيم سليمان اللي فهم الأمر ده يقول 2 خير من 1. 2 خير من 1. 2 خير من 1 لأن لهما أجر لتعبهما صالح، لأنه إن وقع أحدهما يقيم رفيقه. يعني ربنا جعلنا بنعين بعض مش بنعير بعض. ساعات كتير قوي في الزواج مثلا بتلاقي الواحد تقول له شوف أنا قلت لك، معناه إن أنا بعيرك، يعني أنت غلطان، أنت غلطانة. لكن يقول إن وقع واحد يقيم رفيقه، أبقومه. وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس له ثان يقيمه. أيضا إن اضطجع 2 يكن لهما دفء، أما الوحد فكيف يدفع؟ وإن غلب أحد على الواحد
يقف مقابله الاثنان والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. حبايب، أن أنت تحتاج إلى الآخر حتى لو أنكرت ده، وده موجود حتى في الخدمات وفي الشغل وفي كل حته. أتكلم بالنسبة للأب الأسقف. الأب الأسقف يحتاج احتياج شديد للآباء الكهنة، والآباء الكهنة يحتاجوا احتياج شديد، لازم يقروا بده للخدام والخادمات اللي في الكنيسة. أتخيل بقى أن كل واحد مننا طق في دماغه أن هو لوحده، بس أنا مش محتاج حد. طب أنا عندي في اسكندرية مسؤول عن 40 كنيسة، طب أصلي أنا في أنهي كنيسة؟ لو أنا صليت أسيس يعني صلي في أنهي كنيسة في ذات الوقت؟ ما ينفعش ان انا احتاج الى الاخر. الاخر بيسموها لتكميل، اسمها تكميل القديسين، تكميل مش تجميل، بيكملني. في مثل بيقول الزواج ده نص معرفش ايه وبيكمل ايه وكده. لا ما عندناش ده، ما بيكملناش، لان انا مش متجوز وديني كامل، يعني عندي دين يعني. لكن بقول انه بنكمل بعض، سماها خدمة تكميل القديسين، اي انني اكملك وانت تكملني. احنا نحتاج الى بعض. ولو ربنا شايف، بقول تاني، لو ربنا شايف انك تنفع لوحدك كان خلاك لوحدك، لكن ربنا مش ده هدفه، لابد ان تحتاج الى الاخر. عشان الوقت، ماذا فعل المسيح لاجل الاخرين؟ عشان نفهم يعني مين الاخرين دول. بيقول انظروا ان كل واحد مش بيبص على نفسه، بص على الاخرين. طب بص كده، ادم عندما اخطا، عارفين جاب اللوم على مين؟ على حواء. ودي عاده وحشه جدا، بيفرق معايا جدا. يجي يقعد يقول لي على فكره انا اللي غلطان. تملي اي حد، العيال جابوا مجاميع قليله، الراجل يقول ايه السبب؟ مين؟ امه، ام الواد. طب جاب مجاميع عاليه، يبقى هو السبب. يقول طالع ذكي لابوه، وهو اصلا يعني نشكر الله. فبقول ادم قال كلمه صعبه، جايز احنا عاوزينها بطريقه. بيقول المراه التي اعطيتني، لا، التي جعلتها معي، انت اللي جبتها لي غصب عني. شفت اللي غنى من شويه؟ وكأنه دي جذر غلط موجود. نفسي ان احنا نبقى رجاله والاخوات يبقوا نفس الانطباع ده. لما اغلط اقول انا غلطان، انا غلطان، انا السبب. لم يقل يونان في رجوله، يقول بسبب هذه البليه العظيمه او المصيبه العظيمه القوني في البحر فيهدأ البحر عنكم. طب ارموني كده، انا السبب. لكن آدم في جذر خاطئ، يقول كده سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان؟ مين قال لك؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ بقول له أكلت. خلي بالك من العبارات اللي ربنا بيقول أنت أكلت. يقول فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. وكأنه أنت السبب وهي السبب. بص، نظرة غريبة بعد خطية، بص على الآخر إنه سبب في تعاسته. كان من شوية وهو في المجد يقول ده سبب لفرحي وبيتغنى بيها، لكن بعد ما أخطأ قال سبب التعاسة هو ربنا وكمان مراتي. عشان كده المسيح إلهنا يتقال عنه انه الاخر كان مهم جدا، حتى لو الاخر عمل خطأ. ركزوا معايا بقى اللي بقوله ده. شوف بقى عظمة المسيحية. الاخر عندما يخطئ يقول الخطية دي علي انا، يعني هو يشيلها. يقول له في مزمور 69 بيسموه مزمور مسياوي، يتحدث عن المسيح. يقول ايه؟ أكثر من شعر رأس الذين يبغضونني بلا سبب، حينئذ رددت الذي لم أخطفه.
يعني ايه رددت الذي لم اخطفه؟ يعني بيقولوا لي انت خدت حاجة، بقول لهم انا ما خدتش، بس هو ما قالش ما انا خدتش، قال انا رديت اللي ما خطفتوش. رددت الذي لم اخطفه. وكأن المسيح يعلن هذا الإعلان العظيم أن الآخر عندما يخطئ دول خطيته دي علي أنا. هي دي المسيحية. كأنه بيقول مش لازم هو يقول أنا أشيل ده. وهذه عظمة المسيحية في صليب ربنا يسوع المسيح إلهنا عندما علق على خشبة. هل هو إنسان كإنسان، هو الله الظاهر في جسد كإنسان أخطأ؟ لم يخطئ. وده التحدي اللي موجود في كل العالم، أن المسيح لم يرتكب اسم، لم يفكر في خطية، لكن عندما نراه معلق يقول رددت الذي لم أخطفه. أنا رديت حاجة أنا ما عملتهاش. وده اللي كان في بستان جثيماني عندما صارع وتعب واكتئب وحزن لأجل الكاس، يقول والكأس التي أعطانيها الآن ألا أشربها. حبايب، ده نوع من يعني التعليم المسيحي اللي محتاجين مرات يعاد علينا. يقول انهض ذهنكم. الرسول بطرس بيقول انا بفكركم بالحاجات اللي انتوا تعلمتموها وانتوا صغيرين. انهض ذهنكم. فالمسيح إلهنا لم يرتكب اسم، لكن يقول للآخر اللي عمل غلط ده أنا مسؤول عنه. عشان كده في إشعياء 53 يقول إيه؟ لكن أحزاننا إيه؟ حملها وأوجاعنا تحملها، نحن حسبناه مصاب مضروب من الله مذلول، لكنه إيه؟ هو مجروح لأجل الآخر، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أسامي، تأديب سلامنا عليه. نحن ننال سلام من اللي بيحصل له هو. فبيقول أنا مش مهم، أنا ممكن يحصل لي اللي يحصل، بس أنتوا تبقوا كويسين. هذه هي ساعات كتير قوي مبقاش موجودة حتى في العلاقات الإنسانية. عشان كده اللي فهم ده زي الرسول بولس، عندما فهم هذا كتب أيضا في السجن. كتب إيه؟ يقول بولس بيقول لفيليمون عن أنسيموس العبد، بيقول له إذ كان قد ظلمك في شيء أو لك عليه شيء، خد منك حاجة أو أنت حاسس إنك كاتب قدامه عريضة إنه عمل 1 2 3، فبيقول إن ظلمك في حاجة أو لك عليه دين أو أي شيء فاحسب ذلك علي. أنت جبتها منين؟ قال من المسيح. فاحسب ذلك علي، أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي. ويقال المفسرين بيقولوا لما جه كتب الرسالة ما كتبهاش بولس، لكن قال أنا بولس كتبت بيدي. هي الجملة دي قال عشان تشوف خطي، أنا كبرت في السن بس مش أنا اللي كاتبها، لكن دي كأنها إمضة مسؤولية عليا، كأنه كتب كمبيالة أو إيصال أمانة عليه. إن كان قد ظلمك في شيء أو لك عليه شيء احسب ذلك عليه، أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي. وساعات كتير يا حبايب أما بنفهم الأمر ده، مشاكل كتير، قضايا كتير، بس يطلع واحد زي بولس يقول أنا أشيل الشيلة دي. ربنا يديكوا الصحة. بنصح الرجالة والستات، هتحوشي فلوس وعندك عيال، بعد ما بتبقي في الصندوق في الجنازة يتخانقوا عليكي، مش عشان حبا فيكي، حبا في ذهبك وفلوسك. فأحسن حاجة تخلصي الفلوس قبل ما تموتي. ليه؟ بعد ما حضرتك بتروح السماء وحضرتك بتروح السماء، الكهنة اللي بيشيلوا الشيلة دي، أخويا ظلمني وخد مني وأكتر مني، وأنا عشان بنت أخويا الولد خد مواضيع كبيرة. فأحسن حاجة إن الواحد يروح فاضي. يشتمونا في الجنازة، يشتمونا أنت ما خلاص بقت جثة خلاص، يشتموك يقول لك أبوك ساب لك إيه ولا حاجة. حضرت الجنازة أوكي، ما حضرتهاش، في أبهات عندهم زباين يحضروا.
عشان كده حبايب بقول لي الكلام ده، بقول محتاجين مثال الرب الإله ومثال بولس اللي قال أنا أشيل الشيلة. فما باجي أحل مشكلة بتاعت ميراث وما أكثرها، فبجيب زبون كده على جنب أقول له إيه رأيك ما تتظلم شوية؟ يقول لي يعني؟ أقول له لما نيجي نقسم نقلل شوية عندك، توافق؟ يقول لي عشان خاطرك يا سيد. قلت له ده خلاص ده المشكلة اتحلت. واحنا قاعدين اقول لي بقى الزباين التانيين الاخ ده متنازل شويه، خلاص احنا موافقين، خلاص خلصت الشيله. لكن نقعد بقى بالسنين بنحل مشكله. والمحاكم أيرضى أن نحاكم عند الظالمين، الرسول بيقول كده. اجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. حط الفراش بتاع الكنيسة اللي يعرف ربنا، اللي انت من وجهة نظرك ده فراش، هو مش محتقر بس انت من وجهة نظرك حطه في الكنيسة وقول له نعمل ايه؟ يقول له حبوا بعض وادوا لبعض، هيقول لك كده. القضايا قد كده. طبعا لو عندنا محامين انا بوظت الام تعيشهم وانا بقول الكلام ده يعني. لكن بقول ده مبدأ مسيحي الآخر، أنا بتنازل. لا تنظروا كل واحد ما هو لنفسه بل كل ما هو للآخرين أيضا. عشان وقتكم انتقل إلى التطبيق. هاخده في حاجتين بس عشان الوقت. التطبيق الزوجي والتطبيق الخدمي. اتكلم عن ازاي اطبق الآية دي في الزواج وازاي اطبق الآية دي في الخدمة. أول حاجة التطبيق الزوجي. كلنا بنحب نتمدح، وأنا كنت بخدم مسنين وأنا صغير، كان عندي 18 سنة وبخدم ناس عندها 80 و100 سنة. خدمت ناس كده خدمت واحدة عندها 107 سنة. فلما نقول لهم كلام حلو تشجعوا جامد. المدح ده بيعمل حاجة رهيبة جدا. كان واحدة اسمها بتول بخدمها عندها 107 سنة، تمسك إيدي تطبقها. أنا شاب صغير ما عنديش 18 19 سنة بطبقها. فقول لها يا طنط ده أنت ما حصلتيش، تنبسط قوي، ده أنت جميلة. أنت عندك كام سنة أنت؟ لما يبقى عندك 107 سنة قولي لي يبقى أجي أخدمك. مهم أمدح شريك الحياة. يا ريت الناس يتعلموا شوية الألفاظ كويسة، بطلوا الألفاظ الوحشة، بطلوا التعييرات والكلام الخسيس. يسميه الرسول بولس كلام القباحة. ما ينفعش ان انا اتكلم كده في البيت. مهم جدا اتعلم شوية الفاظ كويسة، اقول كلام مدح لشريك الحياة. وجرب كده، انت جربت الكلام الوحش، انت جربت الكلام، طب ما تجربي كلام حلو. واما قال الكتاب المقدس الكلام اللين يعمل ايه؟ حافظين الآية بس ما بنعملهاش. كلام اللين يصرف الغضب. شوف جرب كده، جرب انك تقول كلام لين، بلاش الكلام الصعب. التطبيق، بقول في التطبيق لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه بل هو اخرين ايضا. مهم جدا ان الاخر انا بقول له انا بمدحك، انت تستاهل كل خير. ما ننتظرش لما تحصل مشكله ويجيوا يعملوا لنا سلام الابهات، بس واحنا قاعدين مع بعض بقول له انت بتعمل حاجه كويسه، انت جميل. وشوف كده لما تمدح شريك الحياة قدام الناس شوف بيحصل له ايه. يعني ممكن انا عندي اعتراض ممكن على اللي بيخدموا معايا، بس قدام الناس احسن ناس، احسن ناس هم موجودين في الدنيا هم اللي بيخدموا معايا. بس جايز انا عندي اعتراض بس ما اقدرش اقول قدام الناس. ليه؟ مهم جدا جدا ان هم يحسوا بقيمتهم، ان انا بقيمهم. جايز انا عندي شويه حاجات اقولها بس على انفراد. يا خساره على الوقت اللي ضاع في كلام وحش. امدح الاخر. تاني امر، عشان لا تنظروا كل واحد ما هو لنفسه، ساعدوا في مهمته. مرة مرات أب كان قالت لي سيدنا أبونا مش عايزنا نشتغل، أعمل إيه؟ قلت لها تقعدي تقري كتب وتحضري له عظات. عظة نسائية مش مهم أبونا يحولها يعني يقدر فقول لها تقعد تقري له كتب. مرة واحدة قالت لي يا سيدنا جوزي ده أبونا، هي مرات أبونا يعني، فجوزي دوا
بنروح معهد ندرس، هو ما بيحضرش وانا بحضر، وبعدين في العربيه بيروحني بنروح مع بعض، اقعد اقول له انا ذاكرت ايه، هو طلع امتياز وانا مقبول. عزيزي حاول تساعد الآخر في مهمته. يا أبهات عندنا في قطاع المنتزه أقول للأبهات إن مطلوب منك تغسل مواعين 3 مرات في اليوم للأبهات. حد منكم بيغسل مواعين؟ مش عارف. شمر ايدك كده وتغسل المواعين. دي بقول لي مش باصص لنفسي، باصص ان شريك الحياة تعب، فانا بساعده في مهمته. بيجي واحد يقول لها مش مهمتي انا المطبخ دي مش بحبش ان انا، طب ساعد انت، ساعديه في مهمته. قول له ممكن اساعدك، ممكن اعمل لك اي حاجه، ممكن احضر لك حاجه. لا تنظروا كل واحد ما هو الى نفسه. ايضا في التطبيق الزوجي خلي ربنا يديك ودان واسعه شويه تسمع، بالذات بقول للرجاله ربنا يوسع قلبك ويوسع ودانك فتسمع اكتر. حاول على قد، طبعا الاخوات يعني ربنا يديهم الاختصار، كل ما ربنا اداهم اختصار دي نعمه عظيمه. اطلبي كل يوم قول يا رب علمني الاختصار. انا كمهندس بحب خلاص الفاينل ريزلت، لكن الاخوات ممكن يحكوا لنا حاجات رهيبه. اختصري خليكي، وبقول للاخوات اللي جايه عندها مشكله حطيها في نقط، وانت جاي حطيها في نقط. بص بعد ما تتكلم وتسرح ولا بص على الورقه. نستمع. انت مش ابونا، مش مطلوب منك تسمع كل الاخوات، فمن فضلك اسمع. انت ما عندكش غير واحده، ابونا عنده بالمئات والالاف، فانت اسمع واحده اللي هي مراتك. حاول تسمع، حاول تسمعي، ونسمع كمان وجهات النظر. بلاش الطريقه اللي لسه هيقول كلمه. نستمع، ننصت. اما الكنيسه بتعلمنا يقول ننصت بخوف الله. الله بيتكلم اسكتوا بس بخوف ربنا. انت كمان استمع بخوف ربنا عشان تريحها، لحسن يجي حد، بكلم الرجاله، يجي حد يسمعها وتندم ندم عمرك. يجي واحد يسمعها وانت ما سمعتهاش وتيجي تصوت لابونا الحقني مراتي مع حد تاني. نستمع بعض، لا تنظر الى نفسك بل للاخر. انتقل الى التطبيق الخدمي. ساعات بنفرح بخدماتنا وبنعمل خدمات كويسه ومسمعه. طب لو حد تاني بيعمل خدمه في نفس الكنيسه نتضايق، وكاننا ننكر هذه الايه فرحا مع فرحين. ننكر الايه دي كانها مش موجوده في الكتاب. عزيزي عندما ترى الأسقف عندنا في الكنيسة القبطية مسميه الناظر من العلاء، يعني ناظر الجلوبال فيجن، يعني شايف كل الكنايس، شايف كل الأبهات، شايف كل الخدمات، فرحان بكل الناس. مرات ما يبقى كنيسة وخدمة يبقوا فرحان بنفسهم وجزيرة منعزلة. عشان كده العمل الجامعي يدوب الكلام ده. لكن بقول افرح بخدمة غيرك، اشكر في خدمة غيرك. لو انت خادم، انا قدامي شايف خادمات وخدام كتار، حاول تفرح. الناس في ثانوي عاملين خدمة ده جميلة جدا، وشجعهم وساعدهم، ولو معاك شوية فلوس كمان ساعدهم. ليه؟ اصل لو انت بصيت بس لخدمتك انت شخص برضو اناني. انك لو انت عارف انه صاحب الشركة دي، صاحب الجسد الكبير ده، رئيس الجسد الكبير ده هو المسيح إلهنا، والمحصلة ستصل إليه والأرباح ستصل إليه، فأنت لو بتحب صاحب الشركة دي عايز تزود الأرباح، صح؟ ولا أنت خدمتك الصغننة عايز بس الأرباح؟ يقول لك المحصلة قد إيه؟ محصلة قد إيه؟ عشان كده افرح بخدمة غيرك، ما تنظرش لخدمتك بس، خدمة الآخرين أيضا. أمر تاني في الخدمة، ضحي بالفلوس.
كلمة صعبة في الأيام الغلا اللي احنا فيها. حبايب، ممكن مشكلة عندك لو انت ماسك خدمة تتحل بشوية فلوس قليلة. ويعني أنا مش من المنطقة، أنا من حدائق القبة، اتربيت في حدائق القبة، أبونا إسحاق عارف، لكن مش من هنا، فأقدر أقول بحرية شديدة مهم جدا جدا ان احنا بنساعد الناس من عشورنا وزياده شويه، من ما تسمى النوافل، يعني زياده سنه، العشور وزياده سنه. عندما ارى شخص محتاج وانا عندي الفلوس ما ساعده، ربما اتحلت مشكله وازمه رهيبه جدا. وانا بخدم في شرم الشيخ، الكلام ده ربما اكتر من 20 سنه، فجالي شاب سلم عليا سلام كده فاتر، كنت ساعتها ابونا، وبعدين بقول له انت منين؟ فقال لي من البلد. قلت له انت ليه مش بشوفك في الكنيسه؟ قال لي ما بحبش الكنيسه ولا الابهات. انا ساعتها ابونا، قلت له متشكرين يا عم، طب ممكن نشرب شاي؟ قلت له تعالى نشرب شاي. فقعدته بقول له انت بتعمل ايه؟ قال لي انا بتاع عود وبعود. قلت له يا سلام، ده انا بحب العود جدا جدا، انا كان عندي عود في البيت. وقعدت بقى المدخل بتاع العود. ايه المشكله بتاع الاخ ده؟ شويه فلوس، ابوه كان هيدخل السجن عشان 2000 جنيه، فراح لابونا بتاع الكنيسه، فابونا بتاع الكنيسه قال له احنا بنبني، وابوه دخل السجن. كان يجب ان ابونا ده يطلع جدع، صح؟ جات لي انا قنبله في وشي، مش بحب الكهنه، مش ما عمللكش حاجه، بس شلت شيله. بس بقول لو انا خادم او خادمه وبالفلوس، ركزوا معايا، انا عندي مبدا رهيب في اسكندريه بقول الفلوس تغير النفوس، بس بالخدمه، مش بحب محبه الفلوس. لكن فلوس مرات تحل مشاكل كتيره جدا جدا جدا. ربما ازمه بأصر في الشرطه الان، ممكن ضابط يلاقي واحدة هتدخل السجن، فيروح مطلع من فلوس من جيبه، الضابط اللي في الاسم مطلع فلوس من جيبه وبيسدد عوز الست دي وما تدخلش السجن. اما ده عجيبة صحيح. وانتوا بتعملوا ايه حبايب؟ انتوا بتعملوا ايه؟ لا تنظروا كل واحد ما هو الى نفسه، بل ما هو كمان للاخرين. خليك كريم كسيدك الذي يعطي الجميع ايه؟ بسخاء ولا يعير. عشان كده ربما بتوجد بقى الخادم الجدع، ابونا الجدع اللي موجود، اللي في الكنيسه، اللي بيقدر يساعدنا. طبعا مش بتكلم عن الناس اللي بيعملوا شويه ازمات ويفتعلوا شويه مشاكل، ويجي يقول لك اصل انا مديون ب5 مليون جنيه والكنيسه. طبعا انت تدخل السجن واحنا نعيل ولادك، احنا نصرف على ولادك، بس انت تروح السجن هنجيب لك منين 5 مليون؟ لكن بقول في الحاجات البسيطه اللي ممكن انا، حتى لو انا ببني، انا كاهن وببني في الكنيسه وشايف واحد ازمته تتحل برقم قليل، نحلها له. انا خادم وعندي ولد في الفصل ومحتاج يتعلم ويدخل الدراسه، الم له وادخله الدراسه. هكذا حبايب، لو ده حصل بيحصل لنا بصيتش لنفسي حتى لاحتياجاتي انا، بس بصيت للاخرين. حدثتكم عن ايه: لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا، ولربنا المجد في كنيسته. آمين.